هادية انت شو بتشتغلي؟ هادية انت قد ايه عمرك؟ هادية انت من وين؟ هادية انت شو اسمك؟ هادية انت مين؟ اليوم رح نجاوب عن كل هدول الأسئلة وأكتر. انتبهت إنه عندكم كتير أسئلة، بس كمان في أسئلة متكررة. أكتر الأسئلة اللي إجتني هي أنت من وين؟ قد إيه عمرك؟ أنت سورية؟ طيب من وين من سوريا؟ فاليوم قررت إني أعمل لكم هذا الفيديو لأعرفكم عني أنا هادية. أنا مين؟ المعلومات اللي رح نحكي عنها اليوم مكتوبة هون ورح نبلش. أنا مفصلتهم شوي. أول شي حنبلش بالمعلومات العامة. اسمي أنا هادية نصرة. لما العالم بلشت تسألني هادية أنت شو اسمك؟ حسيت بالغباء، بس يمكن كنتوا بتقصدوا انه انا اسمي الكامل شو. بتمنى تكونوا بتقصدوا هيك. اسمي الكامل انا هادية نصرة، عمري 20، حاليا مقيمة بهولندا. انا اصلي سوري، من سوريا، من مدينة السلمية، فانا بحكي بالقاف، بحكي عربي، بدرس بالهولندي، بس كمان بحكي انجليزي. السنة الجاية رح فوت على الجامعة ورح ادرس إدارة اعمال International Business Administration. دراسي حتكون بالانجليزي، فضروري انه تكون انجليزيتي جيدة، فبحكي هدول 3 لغات. هلا صحيح شايفين هون بنفسجي وراي، بس لوني المفضل الازرق. بعشق اللون الازرق من انا وكتير صغيرة. من اغانيي المفضلة هي من اغانيي المفضلة هي غنية مسلسل بنات الشمس التركي، مع اني انا ما بتفرج على تركي، بس هي الغنية واو، بحسها هيك مليانة مشاعر واحاسيس وإلخ. كتير بحب افلام الرعب. حاليا يمكن ما في فيلم رعب ماني شايف. انا لاني شخص صباحي ولاني شخص مسائي، يعني حسب المزاج. هي كانت المعلومات العامة. هلا حندخل بمعلومات عن شخصيتي، ندق يعني اكتر. انا بضحك كتير فرفوشة، بعامل الناس مثل ما بيعاملوني. انا بعامل الناس باحترام، على اساس انه احنا اثنين نفس الشيء، لا انا احسن ولا هداك الشخص احسن مني. فالشخص اللي بيدخل حياتي له عندي قيمة، وانا بعامله على هذا الاساس. عندي فوبيا كتير كبيرة من تحت المي، يعني غمق المي بخوفني، انه احنا ما بنعرف انه شو في تحتنا. لما بسبح، انا كتير بحب السباحة، ولما بسبح وما بعرف شو في تحتي، بتغمق المي، كتير بخاف، بحس انه رح يجي شيء ويشدني لتحت. فالسباحة، التصوير والغناء هني من هواياتي. الشيء اللي بحس بريحني اكتر شيء لما اكون مضغوطة هو اني ابكي. خلصنا عن شخصيتي، هلا شوية اهداف واشياء انا حابة اني اوصلها. من أنا صغيرة بتمنى كتير وبحب كتير، لا مو من أنا كتير صغيرة، يعني بحب كتير إني أتعلم نوع من أنواع القتال. فأنا بمرحلة ما من شي 7 سنين كنت ألعب بوكسينج، بس كنت كتير حابة إني أصير بروفيشنال، يعني أو كونغ فو مثلا أو كاراتيه، أي نوع من أنواع القتال. بس بحب كتير إني أكون شاطرة بوحدة من أنواع القتال. من أكبر أحلامي حاليا هو إني أصير يوتيوبر مشهورة. وأنا صغيرة كنت أحب إني أكون ممثلة، يعني بشكل عام إني أوقف قدام الكاميرا. بس كمان من أحلامي الكبيرة إنه هو كفي دراسة إدارة الأعمال. أنا كتير بحب الاقتصاد، بحب كتير إني أتعمق بالقانون والاقتصاد والشركات وهالأشياء. لهالسبب حابة لما أخذ الشهادة مو بس إني أخذها وعلقها على الحيط، لا، وإني عن جد أعمل فيها شيء مشروع ما. أنا أوقات بضغط كتير على نفسي، يعني بحمل حالي ضغط أكتر ما أنا بتحمل، وآخر يعني بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك، وآخر شيء من الضغط ومن التعب بجي ما بعمل أي شيء. حابة كتير إني أغير هاي الصفة، وإني بس تصير أخذ الحياة بسهولة أكتر. إنه إتس أوكي، الواحد أي حدا فينا بيكون عنده يوم سيء، خطة ما بتنجح، إنه عادي. ما بعرف قد ايه اللي عم صور، بس انا اصلا ماني حابه اني اطول هذا الفيديو كتير، بس رح اخر شيء انهي هذا الفيديو بجمله، مو بجمله، بكلمه بتوصفني، واللي هي شغوفه. نقوله صح؟ يعني عندي شغف واحلام كبيره. انا بحس على مدى سنين اوقات تاخرت لاوصل لشيء، او كان صعب علي اني اوصل لشيء، بس مع كل هذا ما استسلمت. وهذا الشيء بحسه اساسي بحياه اي حدا حابب انه عن جد يعمل شيء بحياته ويحقق شيء. فانا بحب كتير انه عندي هاي الصفه، وحابه اني نميها وطورها اكتر وادعمها وادعم نفسي. فبحس الكلمه اللي بتوصفني هي شغوفه او الشغف. بس انا كمان حابه اني اعرف عنكم. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شويه معلومات عنكم انتو كمان، اشياء غريبه ما بتعرفها كتير ناس، احلامكم اللي بتحبوه. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اشتركوا بالقناه، حطوا لايك، ولا تنسوا تبتسموا اليوم. باي باي.